السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميل. سؤال اتسألته كتير: يا دكتور أنا ما عنديش شغف للمذاكرة، يعني موضوع بقى الثانوية العامة والمذاكرة والحاجات دي الموضوع ده انتهى بالنسبة لي، هعمل ايه؟ ابتدي أسايس نفسي واحدة واحدة. يعني مثلا أنا نفسي قافلة من المذاكرة، هقول لنفسي أنا هذاكر بس صفحة واحدة. يوم يومين هتبتدي تلاقي نفسك الدنيا بتبتدي تتفتح معاك وهتذاكر. فلازم تزق نفسك، تجاهد نفسك، هو ده التفوق او هي دي الحياة حرفيا. لكن لو هتستنى الشغف مش هيجي، لان نفسنا البشرية محتاجة الكومفورت زون اللي هي ايه، الركن الهادي كده، انا مرتاح، انا مش عايزة اعمل اي حاجة. فانسى بقى كلمة شغف دي، انسى الاكذوبة اللي دايما متداولة ما بيننا. عايزة اتفوق يبقى لازم اتعب واجاهد نفسي واتحدى الظروف اللي حواليا. ده انا والدي مش عارفه بيتعصب عليا، ده انا والدي اسلوبه مش كويس، ده انا ظروفي الماليه مش عارفه. والله المتفوق مش بيحسبها كده ابدا. انا كان عندي طالبه، يعني مش هينفع اتكلم على الظروف، بس بجد ظروفها صعبه بطريقه يعني بسم الله ما شاء الله. انا كنت في جامعه معينه لقيتها معيده، بقت معيده، وما شاء الله بقى مستوى تاني خالص. فاللي هي حد كانت ظروفه رهيبة حرفيا رهيبة حرفيا، وبسم الله ما شاء الله، بس كانت عندها إرادة. دايما كنت بشوف فيها تقول لي بس أنا يا دكتور إن شاء الله هكون، بس أنا يا دكتور هحاول أقنع والدي بكذا، هحاول أقنع أخويا بكذا. وكانت ساعات بتقعد تعيط وتقول أنا هشتغل في المستشفى الفلانية، مستشفى خاصة عشان أصرف على نفسي، علشان ما اطلبش من والدي فيتنرفز عليا. فاتفاجئ بسم الله ما شاء الله بقت معيدة ومستوى تاني خالص. فملهاش علاقة بالشغف وملهاش علاقة بالظروف. اللي عايز يكون حاجة هيكون، اللي عايز هيكون حاجة هيكون، فقط لا غير.